طيب، عشان بس ما تسرحوش بخيالكم بعيد، من الاخر كده مصر هتحتل المركز ال 13 من ال 16 فريق المشاركين في البطوله. تخيل حضرتك ان ده كان تصريح كابتن محمود الجوهري المدير الفني لمنتخب مصر قبل السفر لبوركينا فاسو مباشره. والحقيقه ان الشارع المصري كله وقتها كان مقتنع باللي الراجل ده بيقوله، واننا غالبا هنخرج من الدور الاول ومش هنعمل اي حاجه في البطوله دي. اصل هنعمل حاجه بمين؟ معظم اللعيبه ملهاش تاريخ يذكر ولا ليها رصيد كبير عند الجمهور المصري، وده على الرغم من ان كان في اسماء تقيله برضه زي حازم امام وعبد الستار صبري وحسام حسن، وما ادراك ما حسام حسن وقتها. بس برضه على الرغم من اسم ومكانه حسام حسن، الا ان الاعلام المصري كله كان بيلوم على كابتن الجوهري على ضم حسام حسن للمنتخب بداعي ان الراجل ده خلاص كبر وخرف وشطب كوره ومش هيقدر يجاري القوه والسرعه الافريقيه. لكن اللي حصل في البطوله دي فاجئ كل الناس بما فيهم اكتر المتفائلين من الجمهور المصري. كسبنا بطوله ورفعنا كاس ولا كان على البال ولا على الخاطر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم. انا احمد خليفه، وهنتكلم النهارده عن انجاز مصر التاريخي في الفوز ببطوله كاس الامم الافريقيه بوركينا فاسو 98. عناوين الجرايد المصريه تاني يوم كسبنا فيه البطوله كانت بتدور كلها على ان البطوله دي اتولدت من رحم المعاناه حرفيا. مدير فني بيطلق تصريح صادم قبل البطوله، لكن الحقيقه انه كان تصريح في منتهى الذكاء في التوقيت ده بالذات. الجوهري حب يرفع الضغط عن نفسه وعن لاعيبته، وقال اننا مش هنقدر نعمل حاجه في بطوله فيها منتخبات عملاقه زي الكوت ديفوار والمغرب وجنوب افريقيا والكاميرون والجزائر. هو الحقيقه ان التصريح ده هو استند فيه للصعوبه الشديده اللي حصلت في التصفيات المؤهله للبطوله، اللي منتخب مصر قدر ياخد فيها 9 نقط من 6 مباريات وتأهل بفارق نقطه واحده بس عن السنغال. البطوله بقى كانت متكونه من 16 فريق بيتقسموا على 4 مجموعات، بيصعد الاول والثاني مباشره الى دور الثمانيه. مجموعه مصر كانت بتضم كل من مصر، المغرب، موزمبيق، زامبيا. الجوله الاولى مصر هتقابل موزمبيق والمغرب هتقابل زامبيا. مصر قدرت تفوز بكل سهوله على موزمبيق 2-0، والهدفين احرزهم العجوز حسام حسن اللي الجمهور كله كان بيهاجم الجوهري علشان خدوا البطوله اصلا. المغرب ما قدرتش تفوز على زامبيا واكتفت بالتعادل الايجابي 1-1. اما الجوله الثانيه في المجموعه مصر هتقابل زامبيا والمغرب هتقابل موزمبيق. ورغم ان مباراه زامبيا كانت مخوفه جزء كبير من الجمهور المصري، الا ان منتخب مصر قدر يحسمها بكل سهوله بنتيجه 4-0. حسام العجوز احرز هاتريك وياسر رضوان احرز الهدف الرابع. المغرب فازت على موزمبيق 3-0 عشان تبدا تتضح معالم المجموعه والمنافسه تنحصر بين مصر والمغرب. بس يا ترى بقى مين اول ومين تاني؟ الجمهور المصري وقتها كان مستني مباراه المغرب عشان يحكم على المنتخب حكم حقيقي، لانه اختبار من اصعب الاختبارات اللي ممكن تتحط فيها، مواجهه عملاق في الكوره اسمه المغرب، وكمان مواجهه عربيه شمال افريقيه اللي احنا اصلا عندنا مشكله كبيره في اللعب معاهم وكعبهم عالي علينا جدا. يعني المغرب دي اخر مره كسبناها قبل البطوله ب 12 سنه، يعني سنه 86 بجول طاهر ابو زيد. بدات المباراه بحذر من الفرقتين، ورغم ان منتخب مصر كان افضل نسبيا الا ان المغرب قدرت تحرز هدف اقل وصف له انه عالمي عن طريق مصطفى حجي بدبل كيك، مسمر نادر السيد مكانه وزغرت في المقص. وهنا بقى بدات الشكوك ترجع تاني حوالين المنتخب وحوالين الجوهري، وبدا الجمهور يزمجر ويقول لك احنا كده صعدنا تاني مجموعه، يعني هنقابل منتخب الكوت ديفوار وده معناه خروج حتمي من دور الثمانيه. ترتيب المجموعه اصبح كالاتي: المغرب اول 7 نقط، مصر تاني 6 نقط، زامبيا تالت 4 نقط، موزمبيق اخير بدون اي نقط. مباراه الكوت ديفوار بقى كانت نقطه انطلاق للمنتخب، مباراه صعبه جدا ومعقده جدا جدا وفيها كم فرص ضايع كبير جدا من الفرقتين، لكن وقت المباراه الاصلي والاضافي انتهوا بالتعادل السلبي عشان نلجأ لركلات الترجيح اللي الحظ بيبتسم فيها المنتخب مصر وتقدر تفوز 5-4 وتصعد للمربع الذهبي عشان تقابل منتخب بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي، بوركينا اللي هو صاحب الارض والجمهور. وعلى الرغم من اننا بنلعب على ارضهم ووسط جمهورهم، لكن الفرق كان واضح بين المنتخبين. مصر قدرت تحسم اللقاء وفازت 2-0 والهدفين احرزهم جده حسام حسن، حسام اللي وصل ل7 اهداف بالتساوي مع مكارثي نجم منتخب جنوب افريقيا. صعدت مصر للنهائي عشان تقابل منتخب جنوب افريقيا بطل بطولة كأس الأمم 96، منتخب صعب جدا جدا
ونظريا هو اقوى بكتير قوي من منتخب مصر، وحظوظه اكبر في الفوز باللقب. لكن الجوهري ورجالته كان ليهم راي تاني، وعملوا ماتش عالمي، وقدروا يقفلوا على مفاتيح لعب منتخب جنوب افريقيا، ويحدوا من خطوره مكارسي اللي هو اصلا افضل لاعبي الفريقين. مصر فازت 2-0 عن طريق تسديده صاروخيه من احمد حسن من خارج المنطقه، انا اصلا لحد دلوقتي ما اعرفش دخلت ازاي. والهدف الثاني عن طريق طارق مصطفى بعد جمله سحريه من جمل محمود الجوهري في الكرات الثابته. بطوله حرفيا اتولدت من رحم المعاناه، بطوله جت بعد 12 سنه عجاف بدون القاب، بطوله فرحت كل الشعب المصري ورجعت لنا هيبه ومكانه افريقيه كانت ضايعه عننا من سنه 86. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس. شكرا، هشوفكم على خير.